مساء الخيرات، مساء الفل. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشني جدا اننا نرجع تاني ننزل حلقات يوترن. الغيبة كانت طويلة بس التجهيزات كانت كتيرة. مبسوطة قوي ان انا رجعت اتكلم تاني معاكم، وهنرجع نتناقش ان شاء الله كل اسبوع حلقة جديدة ومختلفة. وحشني جدا المايك، وحشني الحديدة اللي بنقعد نتكلم قدامها ونقول كل اللي في قلبنا. هنتكلم النهاردة في موضوع مختلف جدا عن كل مرة، وهنغير شوية الفيجن بتاعتنا، وكمان هنعمل تقسيمات حلوة قوي يا رب تعجب حضراتكم. خليكم معانا، احنا هنرجع لكم تاني في يوترن ندى الشربيني 5 وراجعين. ورجعنا لكم مرة تانية، وهنتكلم النهاردة هو مش موضوع محدد، بس احنا هنتكلم وهندردش مع بعض في اول حلقة اللي هي حلقة العودة، يعني عن حاجة غريبة جدا أنا بلاحظها في مواضيع كتير قوي هيترتب عليها حلقات جاية قدام. وأول حاجة لفتت انتباهي، هو احنا ماشيين كده في الحياة ليه مش بنعمل ستوب كل شوية ونقعد مع نفسنا ونتكلم أو نتناقش في دماغنا أو نكتب؟ يعني بلاحظ في أوقات كتيرة قوي إن احنا بنمشي في الحياة خلاص، يوم يجيب اليوم اللي بعده، الصبح بيجيب الليل. طب هو أنا فين من كل ده؟ هو أنا فين الوقت اللي بقعده مع نفسي أفهم أنا عملت إيه أو عايز إيه قدام؟ انتوا عارفين إن أنا بقيت بلاحظ الفترة الأخيرة فعلا إن محدش مركز مع نفسه. يعني إحنا بقينا بنركز في اليوم يمشي إزاي أكتر ما بنركز مع نفسنا أو مع احتياجاتنا. انتوا عارفين إن في دراسات كتيرة جدا اتعملت عن الموضوع ده، وعن إن انت علميا بتحتاج لحاجة اسمها التأمل مع الذات. هو الأكيد إن أغلبنا سمع عن موضوع التأمل، لأنه كمان بيساهم فيه جزء كبير من الوقت اللي بنتأمل فيه كعبادة، أو الناس اللي بتتبع المديتيشن، وده اللي احنا أصلا بنعمله من خلال الصلاة. لكن الفكرة بقى كلها، كم حد فينا بيقدر فعلا يفصل من التأمل ده؟ طيب من خلال الدراسات اللي اتعملت ان هم لقوا ان النشاط الدماغي للاشخاص اللي بيواظبوا دايما على التأمل، النشاط الدماغي بتاعهم بيكون كفاءته اعلى بكتير قوي. ما بيتعرضوش للازمات القلبية، ما بيتعرضوش لنوبات القلق ولا التوتر ولا الصداع، ولا بيلجأوا كمان ان هم ياخدوا مسكنات كتير على عكس الاشخاص التانيين. وان كمان علميا كل ما انت بتتأمل او بتفصل من اي اجواء فيها ضغوطات على عقلك، فده بيساعد ان المخ بيفرز مواد شبيهة بالمسكنات اللي بتخليك ما تلجأش اصلا انك تاخد مسكن من بره علشان تقاوم الصداع. في العموم انا مش هاخدك للناحية العلمية قوي، انا كل اللي انا عايزة اقوله انك محتاج تقعد مع نفسك وتفصل شوية حلوين. يعني مثلا هكلمكم عن تجربة شخصية انا بعملها، ومن ساعة ما بقيت بعملها وهي مريحاني جدا، وبحس انها بتخليني افصل يوم عن يوم. بعد كل يوم بخلص شغلي وبخلص كل الحاجات اللي ورايا، انا بضلم اوضتي وبقعد في البلكونة على ضوء السما بس. حتى لو خلصت العبادات بتاعتي فانا بقدر ان انا اقعد مع نفسي، مش بفكر في اي حاجة خالص، سواء هتدعي او هتحمد ربنا على حاجات كتير، او بس هتبص للسما من غير ما تتكلم. فكل ده بيساعد ان الطاقة السلبية دي تخرج من جواك. حقيقة الموضوع ان انت محتاج تفصل مع نفسك شوية وتعرف انت محتاج لإيه. مش محتاج لإيه، يعني مثلا أنا عايزة أبقى في بوزيشن معين فأنا بكرة الصبح هروحه، أو لا هيأس أصلا أنا مش في إيدي. لا، الموضوع وما فيه إن أنت محتاج تبقى من جواك متناقش مع نفسك في نقاش شغال في وقت معين، بيهديك مش بيزودك، بيحمسك مش بيخليك إنسان سلبي. فلازم تبقى عارف مع الوقت إيه اللي نفسك تعمله وبتسعاله. خد نفس مع نفسك وافصل لدقايق كل يوم، هتلاقي ان الدنيا شكلها احلى بكتير قوي، وان انت اهدى بكتير وتقدر تاخد قرارات احسن وافضل بكتير لحياتك. خد وقت مع نفسك واشكر نفسك على انك استحملت ظروف كتير، وانك لسه بتسعى انك تكون احسن. افصل كده وشوف ناوي تعمل ايه بس بشكل ايجابي، وخلي دايما لسان حالك الحمد لله. شكرا لحضراتكم جدا ولوقتكم. ما حبيتش ان الحلقه النهارده تكون طويله، باذن الله استنوني كل اسبوع في حلقه جديده من يوترن ندى الشربيني. سلام عليكم.